في الإسماعيلية سنة 1952 ما كانش فيه جيش، لكن كان فيه رجال شرطة واقفين قدام مدافع الإنجليز. قالوا لهم سلموا نفسكم. ردوا: إحنا هنا عشان نحمي أرضنا مش عشان نسلمها. وبدأت المعركة. كانت مصر وقتها لابسة بدلة حرية، بس من جوه كانت متكتفة. الناس ماشية في الشارع بتشتري وبتبيع، بس الإنجليز لسه قاعدين في المعسكرات وفي القواعد وعلى القناة. سنة 1936 مصر وقعت اتفاقية مع بريطانيا اسمها اتفاقية التحالف. قالوا فيها إن إنجلترا هتسحب جزء من قواتها، بس هتفضل موجودة في منطقة قناة السويس عشان تحمي مصالحها الاستراتيجية. يعني ببساطة أنت حر بره، لكن جوه بيتك في ضيف تقيل قاعد على الكنبة وشاي رشاش. الإنجليز كانوا مسيطرين على القواعد الجوية والمواني والطرق، وبيصدروا أوامر للبوليس المصري نفسه. ومع نهاية الأربعينات بعد حرب فلسطين سنة 1948 الناس في مصر كانت فقدت الثقة في الحكومة، والغضب الشعبي بدأ يولع. إحنا ليه ساكتين؟ ليه الإنجليز لسه هنا؟ في محافظات القنال وبالذات في إسماعيلية بدأ شباب مصريين ينظموا هجمات ضد المعسكرات البريطانية. فجروا إطارات إمداد وضربوا قنابل يدوية على كماين، وكان البوليس المصري يا بيسكت يا بيتغاضى يا إما أحيانا بيساعد. كانوا شايفين إن لو وطنيين بيدافعوا عن أرضهم أنا مش هوقفهم. الإنجليز حسوا إن في تواطؤ ما بين الفدائيين وبين البوليس، فقرروا يخلصوا على الشكل ده، وبدأوا بأقرب اسم شرطة واقف ضدهم: اسم البوليس في إسماعيلية. اللي حصل بعد كده ما كانش اشتباك، كانت مجزرة، بس المجزرة دي ولدت يوم جديد في تاريخ مصر. الساعة كانت حوالي 6:30 الصبح، يوم جمعة. الناس في الإسماعيلية لسه نايمة، بس عند اسم الشرطة الدنيا كانت بتغلي. قائد القوات البريطانية في إسماعيلية بعت ضابط اتصال للاسم ومعاه إنذار رسمي على قوات البوليس المصري أن تسلم جميع أسلحتها فورا وتغادر المبنى خلال ساعة، وإلا سيتم الهجوم بالقوة الكاملة. الرد جاله من اليوزباشي مصطفى رفعت، الضابط اللي كان مسؤول عن القوة الموجودة في الاسم: مش هنسلم وهنفضل في مكاننا لحد آخر طبقة. الرد ما كانش فيه عياط وما كانش فيه تفاوض، كان فيه كرامة، وعي. القوة المصرية كانت 80 فرد من الشرطة، معهم تسليح خفيف، بنادق بس، ولا دبابات بقى ولا مدافع ولا حتى دعم خارجي. وفي الناحية التانية أكتر من 7000 جندي بريطاني، دبابات، مدفعية تقيلة، طيارات مراقبة، خطة اقتحام كاملة. الإنذار اتبعت ورد المصري كان لا. الساعة 7 الصبح مدرعات الاحتلال الإنجليزي لفت حوالين الاسم، المدافع اتجهزت وحواليهم صفوف الجنود كلهم شايلين سلاح تقيل، قدام مبنى صغير فيه 80 راجل بس. الهجوم بدأ بقصف مدفعي عنيف على مبنى الاسم. الجدران كانت بتهز، الإزاز بيتكسر، والدخان مال المكان. أول موجة حاولت تقتحم الاسم استقبلها الضباط المصريين بوابل نيران من البنادق بتاعتهم، مش مدافع مش قنابل، بس إرادة ما بتتهزش. استمرت المعركة أكتر من ساعتين والمبنى بيتضرب من كل ناحية. الإنجليز كانوا متوقعين المعركة 10 دقايق وتخلص، لكن لقوا رجالة واقفين زي الأسود. رغم الفرق في العدد والعتاد والدبابات محدش استسلم. اليوزباشي مصطفى رفعت اتصاب وهو بيقاتل، لكن فضل يدي أوامر لحد آخر لحظة. 56 شهيد من الشرطة المصرية، الباقي مصابين. الإنجليز دخلوا المبنى بعد ما خلوه حطام، بس لقوا حاجة أغلى من أي سلاح: الكرامة. لقوا الضباط ما استسلموش، ماتوا وهم واقفين. كان ممكن يرموا السلاح، كان ممكن يقولوا مش حربنا، لكن قرروا يحموا الأرض حتى لو تمنها دمهم. الساعة كانت قرب 11 الصبح. القاهرة بدأت تصحى، وإذاعة مصر الرسمية بتذيع البيان: قوات الاحتلال البريطاني ارتكبت مجزرة بحق قوات البوليس المصري في الإسماعيلية وسقوط عشرات الشهداء. الناس في الشوارع وقفت، الورش سكتت، حتى العربيات بطلت تزمر. في نفس اليوم اتنقلت جسامين الشهداء للقاهرة، وخرجت جنازات ضخمة من مسجد الشرطة في العباسية، والناس كانت شايلة النعوش على كتافها، وكل الشوارع بقت ميتة. جريدة الأهرام كتبت في اليوم اللي بعدها: دماء رجال الشرطة سكبت على أرض الإسماعيلية لا لشيء إلا لأنهم رفضوا الذل. وجريدة المصري نشرت عنوان: الاحتلال يكشف عن وجهه القبيح والمصريون يردون بالصمت والغضب. الإذاعة الرسمية قررت تذيع أسماء الشهداء واحد واحد، وصوت المذيع كان بيتهدج وهو بيقول: استشهد اليوم في ساحة الشرف
جريدة التايمز البريطانية كمان نشرت تقرير تحت عنوان شجاعة في الإسماعيلية، الشرطة المصرية رفضت الاستسلام. وبعض الصحف الفرنسية وصفت اللي حصل بأنه نقطة سوداء في سجل الإمبراطورية البريطانية. حتى جوه بريطانيا نفسها نواب معارضين انتقدوا رئيس الوزراء وينستون تشرشل واتهموا الحكومة بارتكاب جريمة ضد الشعب المصري الأعزل. ونائب بريطاني في البرلمان بحسب أرشيف BBC بيقول: لقد أطلقنا النار على من كان يفترض أننا نحميهم. يوم 26 يناير 52 تاني يوم على المجزرة، القاهرة انفجرت حرفيا. ناس نزلت الشارع، غضب وحرايق، ومتاجر أجنبية اتحرقت ومباني اتحولت لرماد. أكتر من 700 منشآت حرقت في ساعات، منها أندية إنجليزية، محلات أوروبية، سينمات، فنادق. واللي حصل ده كان رسالة إن الشعب مش ناسي، وإن الدم ما بيبردش، كأن القاهرة غضبانة مش مجرد حريقة. في إسماعيلية اتضرب رصاص، وفي القاهرة اتولع الغضب، لكن في قلب كل مصري اتولد يوم جديد. يوم الناس قررت تكرمه لحد النهاردة، يوم 25 يناير، عيد الشرطة المصرية. ناس كتير بتفتكر يوم 25 يناير كيوم عيد، بس قبل ما يبقى يوم بنوزع فيه الورد، كان يوم نزفنا فيه دم. 80 راجل وقفوا قدام جيش مدجج، مش عشان يكسبوا لكن عشان ما يسلموش. بعد شهور قليلة من الثورة، قرر مجلس قيادة الثورة بقيادة جمال عبد الناصر إن يوم 25 يناير يتسجل رسميا باسم عيد الشرطة، مش عشان واجبهم اليومي اللي كانوا بيعملوه، لكن عشان موقفهم اللي كتبوه في التاريخ. في معارك بتكسب فيها، وفي معارك بتخسرها، بس في معارك حتى لو خسرتها بتكسبك كرامتك. يا ترى لو اتكرر نفس الموقف تاني وفي 80 بس في وش الظلم، هل لسه فينا اللي يقف ويقول لحد آخر نفس زي أبطالنا؟ كان معكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.